حط لي فوكس على هالصورة. دش عليه. تعرفه؟ اي اعرفه، هذه انا. هذا انت؟ اي انا هذه. حط لي فوكس على هالصورة. انا اقول لك الصورة هذه ايش مالته. هذه الصورة يا اخوي خالد. هذيلا ناس ملثمين. اسمعني يا خالد، انا ملثمين ذيلا. انا صحفي. الصورة ما عرفنا الصورة. اولا انا صحفي اروح اي مكان. هذيلا ملثمين. انا صحفي. هذه مظاهرة. اسمعني لا تاخذ الكلام بالصوت. هذه مظاهرة كانت من الشيعة ربعك يبون يهجمون على منطقة. هذا ربع البحرين. لا اسمعني، يبون يهجمون على منطقة سنية. اسمعني خالد. لا خالد يا سيف. رافع يمكن قرب الفوكس على الملثمين اللي واقف معاهم الضيف العزيز. قرب الملثمين اللي ساندهم. هو يعني دعني انتقل الى نقطة أخرى. هل تعرف أي بلد غير البحرين، يعني هذا البعض يسأل هذا السؤال، يعني يكون فيها يعني رئيس الوزراء يحتل منصبه حوالي 42 عاما، يعني في أي بلد في العالم إذا غير البحرين، إذا بتقدر تذكر لي؟ يا سيد الفاضل، أنا معني بالبحرين. لا تقل لي أن رئيس الوزراء قاعد كذا سنة أو غيره. المسألة ليست في أن فلان قاعد أو فلان خرج أو فلان دخل. المشكلة الأساسية التي نواجهها الآن، هل هناك مطالب حقيقية تعبر عن شيء وطني حال يجب التعامل معه؟ هل مطلب أن يكون رئيس الوزراء، هل مطلب أن يكون رئيس الوزراء منتخبا وأن تكون الحكومة منتخبة مطلب شرعي أو غير شرعي من منظورك؟ أنت رجل يعني مسؤول عدل. يا سيدي، أي مطلب لا يتعارض مع الدستور ولا يتعارض مع ميثاق العمل الوطني مشروع. هذه المطالب كلها يمكن النظر فيها. أنا أتحدث عن هذه. طب حتى أكون أكثر دقة، الملكية الدستورية وحكومة برلمانية من منظورك هذا يتعارض مع الدستور أو لا يتعارض؟ أنت تحكم بناء على الدستور. نحن الآن أصلا فيصل، هل أنت راضي عن حكومة رئيسها كان رئيس للحكومة لسنوات طويلة؟ يعني ألا تطالب أنت كسني بتغيير مثل هكذا حكومة وأن يتم انتخابها مباشرة من الشعب؟ أليس هذا يعني مطلب مشروع برأيك كصحافي وكسني؟ اسمح لي باستخدام هذا التعبير. نعم، اسمحي لي أولا أرد لما أتكلم أن الحركة هي شيعية وسنية. يا أخي نحن كسنة لم نخول أحد أن يتكلم عنا. إذا تحسب جمعية وعد وإبراهيم شريف والأمين العام أنه هو سني، للأسف الشديد كثير من السنة لا يعترفون بتمثيل إبراهيم شريف لهم. من قال أن السنة؟ إذا نتكلم عن السنة خرجوا في مظاهرة قبل يومين تأييد للملك وللحكم في البحرين قدر عددها بأكثر من 150,000، وهم من وصفهم حسن وشيمي على قناة البي بي سي بأنهم بلطجية ومدفوعي الأجر. وجهت لك سؤالا مباشرا. نعم. أتمنى منك أن ترد على هذا السؤال لأن الوقت بالفعل يداهمني. أرد على الأخ. نتكلم عن حكومة تقولين أن رئيسها 40 سنة في الحكم. نحن كسنة نفتخر بشخص اسمه خليفة بن سلمان لأننا نرى ما قدمته الحكومة. نحن لسنا بالطبع. سيد فيصل، عذرا على المقاطعة في هذه النقطة، أنت لا ترضى بأن يقال بأن كل السنة شاركوا، وبالطبع أنا لا أرضى بأن تقول بأن نحن السنة لا نرضى. يعني من قال بأنك تمثل كل السنة؟ اسمح لي على هذا التنويه. والله أنتم كقناة حيادية. The man they're burying was accused of trying to kill a policeman at Bahrain's Pearl roundabout. But should that excuse his apparent torture? I put this case to the health minister. She said the wounds had been photoshopped by the opposition to make them look worse, until I told her we'd seen them ourselves. You've seen it yourself? I've seen it, personally? Yes. You went to the mall? You've seen her? I went to Sahla al-Shimaliya yesterday to the funeral. We've seen the body. It was absolutely shocking. I will try as as a person, also a minister in charge of human rights, that we will ask for an investigation for this. احنا نغلب صوت العقل، ما تكلمنا بشتائم وما سبينا في احد، بكل رقي مطالبنا وصلناها بكل رقي. بالتالي نأمل ان البحرين نلتقي ايضا مع احد الاخوه. كم اخوي؟ نحن فداء تراب الوطن، نحن فداء ارض البحرين، وليخسى الخاسئون، اليهود، النصارى، المجوس، ما لهم اراضي عندنا هنا السنه. يهود ما في. يهود ما في. شكرا لك. يمكن لاحظتم the action taken in all cases and incidents
was legal. It was proportional force was used. It was also necessary because the protests were affecting our national economy. Were the protesters firing live rounds at Bahraini forces? Well, it's, as I said, it's time to calm down. We have to get together. They weren't firing live rounds, so this wasn't proportional. The proportional force is no, they were not. Also, our forces did not fire rounds. You deny that they were warning shots. No, they were warning shots. Probably they were warning shots only. Warning shots going to the air, they don't go straight into people. Yes, no, they were going to the air. And they came back down, the bullets, and killed people, did they? Well, the kills are not confirmed. This information Ambulance is not workers confirmed. have confirmed to us that people have been killed by live rounds. They need to be confirmed. التعذيب يجب التوضيح، ليس هناك شيء اسمه التعذيب، وبدليل كبير أن السفير البريطاني في البحرين زار المعتقلين وصرح تصريح متى زارهم؟ هل زار كل المعتقلين؟ سيدة سميرة اسمعيني، هل زار كل المعتقلين أم زار المواطن البريطاني المعتقل هناك والذي قيل بأنه تعرض للتعذيب؟ أعتقد أن اسمه الحسبي إذا كنت دقيقا. حسب معلوماتي أن السفير البريطاني زار المعتقل أو السجن اللي فيه المعتقلين وحضر وشاهد العديد منهم. حسب أنا أشير سيدة سميرة، أنا أشير إلى جعفر الحسبي في الواقع، هو الشخص الذي يعني هو مواطن بريطاني وقيل بأنه عذب في السجن. على أي حال، هل أنت مثلا تحدثت مع محامي المتهمين؟ أنت الواقع قبل أن يذهب السفير حسب ما تقول إلى السجن قلت بأنهم يتعرضوا للتعذيب، يعني كأنك متأكدة. هل شاهدت متهمين أنت شخصيا؟ أنا لم أشاهد المتهمين. إذا كيف قلت بأنهم لم يعذبوا قبل أن يذهب البريطاني المسؤول؟ مواطن بحريني يملك جواز بحريني ودخل البحرين بالجواز البحريني ولم يدخل بالجواز البريطاني، كان قادما من إيران بجواز بحريني، فيجب التأكيد على هذا الموضوع. ولا نعلم سيدة سميرة، أنا لا أتحدث عن هذا الشخص، أنا أتحدث عن المجموعة التي اعتقلت بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. أنت تقولين بأنهم لم يعذبوا حتى قبل أن يذهب السفير البريطاني كما تقولين إلى السجن، صحيح أم لا؟ أنا أقول لم يعذبوا لأن ليس في معتقلات البحرين، أصلا ليس هناك معتقلات لحد الآن في البحرين. إذن أين يوجدون في بيوت يعني؟ لقيد التحقيق، المسجونين قيد التحقيق، وليس في البحرين معتقلات سياسية إلى حد الآن، وليس هناك تعذيب. سيدة وهناك سميرة، ادعاءات باطلة يراد بها تحقيق. Human Rights Watch تحديدا، وهي يعني جمعية تعنى بشؤون حقوق الإنسان وجمعية مشهود لها، تحدثت عن وفاة بعض الأشخاص نتيجة التعذيب في المعتقلات وطالبت بفتح تحقيق. هل تم فتح تحقيق؟ إلى أين وصل؟ ما هو تعليقك على ما تقوله Human Rights Watch؟ بداية أحترم جدا منظمة هيومان رايتس ووتش وأعتبر بأنها منظمة عالمية ذات صيت عالمي مهم في حقوق الإنسان. المسألة الثانية حول أعمال التعذيب التي يقال بأنها حدثت في سجون مملكة البحرين، حتى الآن لا هيومان رايتس ووتش ولا أنا ولا أي ناشط حقوقي بإمكانه أن يعرف أن ما يحدث داخل السجون. لا يمكن الآن تقول بأن لا يمكنها أن تعرف. هيومان رايتس ووتش تقول أن أحد ممثليها عاين جثة علي عيسى صقر بعد تسلمها من قبل السلطات البحرينية، وأن كانت هنالك آثار تعذيب واضحة على جثته. طبعا ما قلتيه يدل على شيء، يدل على تعاون الأجهزة الحكومية مع المنظمات الدولية وفتح المجال لها، طبعا لفتح المجال لها للدخول إلى السجون. إن كان ما حدث مسألة صحيحة، طيب. إن كان ما حدث مسألة صحيحة، نتمنى أن نتحصل نحن أيضا على هذه الوثائق لنتابع هذه القضية وهذه المسألة. Bahrain's foreign minister couldn't tell us why we were arrested. To scare somebody not to say anything or to scare someone not to express his views. This is not a government policy. We asked him about the missing. There were many who I know personally who have been called in for questioning and arrested, but for a short period of time it was for questioning. But
I didn't hear that any one of them being harmed in any way just for blogging or being active online. From this point on, government minders were attached to our team at all times. They would not allow us to film any of the tanks or military. أولا لا وجود لوفيات لحد الآن، وكرر لا وجود لوفيات لحد الآن، والحمد لله رب العالمين. هذا الكلام مثل ما قلت لك. أضف إلى ذلك أن في عندنا حوالي 7 إصابات يتم الآن التعامل معها بطريقة طبية صحيحة لرعايتهم، ويعني ندعو الله أن يتماثلوا للشفاء قريبا، وكل واحد وجهة النظر الأخرى السيد الوزير طائفي في هذا البلد. طيب دعني أضع أنتم تخشون في الواقع في البحرين، ودعني أنقل لك ما يقال بأنه لو كانت الدوائر الانتخابية يعني مرسومة حسب الأصول ولم تكن حسب ما توصف موسومة بشكل تعسفي بحيث تحرم الأكثرية الشيعية من حقها بأن تكون الأكثرية وتشكل حكومة، أنتم تخشون بأنه لو طبق الموضوع البرلماني بنزاهة وبعدالة والدوائر الانتخابية جيدة يعني وصحيحة فإن الشيعة سيحكمون. طب يا أخي إذا كانت يعني الانتخابات ستفرز أكثرية شيعية وتحكم، ما العيب في هذا؟ في عيب؟ يا سيدي نحن ليس لدينا مشكلة تماما في مسألة شيعة سنة. المشكلة الأساسية أنت قبل قلت أن طائفة ستحكم قبل قليل في المجال السياسي يا سيدي. نعم أنت قلت قبل قليل طائفة ستحكم وكذا، يعني هذه إشارة إلى الشيعة. لا أنا ما قلت بهذا الشكل، لا 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 لا، المسألة ليست هكذا، ولا أرجو أن لا يؤخذ من كلامي ما لا أعنيه. تفضل وضح المسألة الأساسية في هذا الأمر التالي: إذا كنت تريد ديمقراطية حقيقية في هذا البلد، هذه الديمقراطية لا يجب أن تكون مبنية على فكرة الطوائف، وإلا سيكون لدينا تمثيل طائفي. في الفترة الماضية كل كلام كان منصب على أنه نريد تمثيلا طائفيا أيا ما كان هذا التمثيل. من قال يريد تمثيلا طائفيا؟ من قال أنه يريد تمثيلا طائفيا؟ الكل يقول هذا في صلوات الجمعة ورؤساء بعض الجمعيات السياسية نادوا لا مانع لدينا أن يكون رئيس الوزراء سنيا، ثم نرى كم وزيرا شيعيا وكم وزيرا. هذه كلام لا يستقيم. لماذا لا تترك قرار للشعب يقرر في انتخابات حرة ونزيهة من يكون الأكثرية هو بغض النظر ما هو مذهبه وما هو دينه هو الذي يحكم؟ صحيح؟ يا سيد بالضبط، أنا شاكر لك هذا. إذا نحن نتمنى أن تكون الأرضية بهذا الشكل. نحن عملنا من سنة 2005 وإلى الآن في وزارة العدل على مسألة الجمعيات السياسية، وذكرنا أكثر من مرة أن التشكيلات الطائفية للجمعيات السياسية لن تؤدي بخير إلى هذا البلد، أن وجود جمعيات سياسية تريد أن تسيطر على جميع المفاصل المجتمع المدني، على المساجد، على الحالة المذهبية للناس، هذا ليس بصحيح. هذا لن يؤدي إلى النتيجة التي يرضاها. أولا سأنقل باسم عديد من البحرينيين الاستياء، نوع من الاستياء من تعاطي البي بي سي في عبر التغطية. الكثير من البحرينيين يعتبرون التغطية انتقائية للأسف. طبعا اليوم نتحدث عما حصل بالأمس من دعوة للتهدئة والحوار. هل تسمح لي إذا كانت التغطية انتقائية، لماذا إذا نستضيف مثل أمثالك سيد فيصل الشيخ؟ نعم، أعتقد أن استضافة مثل أمثالي وغيري ممن لم يمنحوا دقائق يعني موازية لما تمنح لحسن مشيمع وجماعته، أعتقد أمر بات حتميا لأن الناس بدأت تتكلم، ونحن نحترم البي بي سي ونأمل أن يعني تعودنا البي بي سي على حياديتها، ونحن نحترم كل مختلف وجهات النظر، وجربنا أكثر من مرة الاتصال مع شخصيات أساسية في البحرين، وكان الجواب الرفض من قبل هذه الشخصيات وليس من قبلنا. على كل الأحوال